السلام عليكم شباب بنات. يوم قصة فاطمة وعلي. في يوم من الأيام فاطمة تقول في يوم من الأيام تعرفت على شخص عن طريق بنت خالتي، وهو ابن عمي بس ما أعرفه ولا شايفني، وظلينا نحكي صداقة فقط. وجدت الصدفة وتشاوفنا وظلينا فترة طويلة احنا أصدقاء. وشفته مرة ثانية ورا فترة هو انعجب بي وصارحني انه معجب بي، وبعد الاعجاب صار حب واحترف لي يحبني، وانا كنت رافضة هالشي لان احسه صعب واخاف احبه وبعدين نتعلق ببعض وتصير النهاية حزينة. المهم قوت بينا العلاقة وانا صارت له مشاعر اتجاهه لان عرفته يحبني ومشتريني، واستمرينا وصار بينا حب كلش قوي، وهو تعلق بيه حيل بعد التجارب اللي مر بيها خلته ما يثق بأحد بسبب الخيانة، بس عندي لقى كل شي كان فاقده ويحبني حب ماكو مثله، وانا هم حبيته حيل وتجاوزنا كل شي، ورغم الأخطاء اللي بيننا والعيوب واحد اقتنع بالثاني. فاجا اليوم يفاتح أهله بموضوع الزواج، وأهله رفضوني وصارت لي مشاكل بسبب أهله، وظلوا يحجون علي قدامه وانا بنت عمه ويعرفني ويوصلوا له حكي عني مو زين، وبعدها لازم كل من يروح بطريقه لان الابواب كلها انسدت بوجهنا. ما بيدي شي بعد ولحد هذا اليوم بعده يحبني واحبه وما نقدر بدون بعض، وانا وفيت له بكل شي وقدمت له كل شي وانطيته حب وحنان، وشقد ارتاح بعلاقته وياي، بس ما دامت لنا وهسه لا نقدر نتزوج ولا نقدر نترك بعض، والله شاهد علي اكتب بالقصة وابكي لان اليوم ما اقدر اتقبل الصدمة ولا عيوني وقلبي جا على غيره، اتمنى ولا قلبي وعيوني جت على غيره. كانت اكبر صدمة بحياتي فراقه، وجيت حاولت اقنع انساني بس رافض، يقول انتي ذكرى بحياتي اريد اخليك، ما اريد انساك، حتى لو رحتي وحتى لو تزوجت راح تبقين بحبيبتي، ولو بعد 1000 سنة تبقين بداخلي. كنت كل شي بالنسبة إله، وكان يحبني حب مصاير وحيل تمنينا نتزوج ويصير عندنا عائلة مثل كل اثنين يحبون، نكمل حياتنا سوا، بس مع الأسف كل شي راح متعلق بيه لدرجة ما اقدر اوصفها شلون خايف عليه بعدين شنو راح يصير بيه. من راح اني احب اقول من خلال هاي القصة بعدنا احبك واريدك ولا راح انساك ابد يا بعد عمري، وكل من يقرأ القصة يدعي لي دعوة الغريب مستجابة، بلكي الله يسمع منكم دعاونا الجميع. وهاي نهاية القصة، وطبعا اتمنى كل شخص يحب ما يمر باللي مرته فاطمة لان قصته هواية اثرت بيه. وراح اقرأ مقطوعة حال لسان حبيبها، يقول ترى المارادو تشلي بيهم نقص انسانية، ترى المارادو تشلي بيهم نقص انسانية، خليهم مش ما يحجون خليهم مش ما يحجون خلي يحجون، دام بقلب ضميتك ما التفت واسمع حكيهم حبايب قلبي. طبعا اتمنى الكل يعلق على هاي القصة لان القصة كلش بدايتها مفرحة وبدايتها علاقة جميلة ونهايتها للأسف حزينة، واتمنى تدعون لفاطمة وعلي الله يجمعهم، وكل من ينطي نصيحة لفاطمة وعلي واكيد هم راح يتابعون التعليقات. تحياتي لكم اخوكم الشاعر ايوب السراي. السلام عليكم شباب بنات.